السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة انا بعمل فطير مشلتت. صلوا على النبي كده يا جماعة. هقول على المكونات بتاعتي، كل واحد تبع راحته يعني. هنا انا معايا دقيق فاخر، وجايبة برضو دقيق بلدي اللي هو دقيق القمح عشان يشد معايا شوية يظبطه، ومعايا مية ومعايا ملح ومعايا سكر ومعايا ازازة زيت، وطبعا معايا السمنة والزبدة. هنيجي مرحلة مرحلة. انا دلوقتي ان شاء الله هنخل الدقيق، وبعد ما ندخله هرجع لكم تاني. كده يا حبايبي انا خلصت الدقيق الفاخر، نخلته اللي هو المعلب خلاص. ده دقيق بلدي بقى اللي هو دقيق القمح، حفان بس عليه عشان يظبط العجينة. يا جماعة المشلتت ما بيتحطش عليه عجينة الفطير، ما بيتحطش عليها حاجة غير السكر والملح والمية فقط لا غير بس. واي دقيق فاخر اللي هو السايب يستحسن، مش المعلب كمان. انا حطيت الدقيق البلدي ده علشان الدقيق معلب، الدقيق 0 درجة اولى، فبزيادة يعني، اللي هو بتاع الكحك بتاع البوتفور بتاع البسكوت الحاجات دي. فانا عايزة الدقيق يبقى حلو معايا شوية، ما يبقاش فيه عرق، ما يبقاش فيه عرق وما يبوظليش العجين. فانا حطيت شويه دقيق قمح علشان الدقيق المعلب، وهنتكل على الله وهنعجن. نصلي على النبي كده يا جماعه، وربنا يحسن ما بين ايدينا جميعا. توكلنا على الله. الفطير بياخد عجين كتير، يعني ما تقوليش انه زي العيش او كده، لا بياخد عجين كتير. حط دلوقتي الملح كميه محترمه، والمفروض لكل كيلو معلقه سكر. نشمر بقى ونتكل على الله. ربنا يعيننا بقى في العجين. حطي بقى، شوفي ايه اللي مضايقك، ايه اللي منرفزك، اللي ناويه بقى تخش على المشلتت تطلع كل الطاقه السلبيه اللي عندها في قلب العجين. وتنسيش بقى طول ما انت بتعجني تصلي على النبي كده وتوحدي الله عشان ربنا يجعل البركه في ايديكي كده وانت شغاله. بسم الله الرحمن الرحيم. انا كده بدات ابوش اهو. العجينه بتبقى في ايديكي بتلزق شويه، لما تخلص خالص ما تبقاش العجينه ناشفه، لازم العجينه تكون طريه شويه في ايديكي، يعني ما بتطلعش بسهوله من ايديكي. هتطلعيها بايه عشان تخلصي ايدك من العجين؟ بمعلقتين زيت في الاخر خالص. وشغلك كله هيبقى زيت وسمنه عامه، يعني في الفطير بيبقى الشغل كله زيت وسمنه وزبده. انا عامله زيت وسمنه وزبده. الميه عاديه يا جماعه، الجو حر، يعني ما يقولك دف الميه للعجينه، الجو حر. التدفئه دي بتبقى في الشتاء عشان العجينه ما تبقاش شاده جامد وتفك معاكي بسرعه. الجو حر استعملي ميه عاديه خالص من الحنفيه. كده انا بدات ابوش اهي، ما شاء الله ما عادش دقيق كتير. ففي الوقت ده انت بتحط الميه بحذر، مش بتكبي مره واحده. انا كبيت ميه لحد ما الدقيق معايا ما شاء الله بدا ياخد ود مع بعضه. بعد كده هنشتغل بحذر بقى في الميه. اللهم صل على حضرة النبي. ما شاء الله، ربنا يحسن بين ايدينا جميعا يا جماعه.
كده ونبوش الدقيق من تحت، ناخد دقيق من حوالينا كده ونبوش ونعجن. كده يا حبايبي العجينه اهي قدامكم ما شاء الله، اللهم صل على النبي اهي. اللي عايز يخس يا جماعه يعجن، تروحوا الجيم ولا حاجه، اعجنوا وانتوا هتتعصروا. العجينه اهي ما شاء الله ما شاء الله اهي اهي. دي فل اهي. هلمها بقى بشويه زيت ونشاهد عليها. ما بنستعملش اي زيت يا جماعه، لازم يكون زيت نظيف، مش اي زيت يتحط على الفطير عشان ما يلقطش ريحه خالص. مش اي زيت بقول تاني يتحط. لو اللي انت هتاكليه وتقبليه احطيه. كده اهي، اللهم صل على النبي، زي الملبن. الماء كده معاكوا كده، وهتتغطى لها ربع ساعه العجينه بس تريح، وبعدين نبقى نقرصها مع بعض ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اهي هغطيها، هسيبها ترتاح ربع ساعه، لازم تتغطى ما تسيبش مكشوفه. هنغطيها ونسيبها ربع ساعه ونرجع لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. كده يا حبايبي هشوف انا هعمل كام فطيره في الاول، علشان في واحده بتبقى كبيره والباقي كله هيبقى صغير. الكبيره دي اللي هتبقى اخر واحده هتتفرد، وهنلم اللي احنا عملناه الصغير معاه. فهي اهي ما شاء الله. انا الاول عملت في الصينيه هنا اهي صينيه، وكل ده زيت اهو يا جماعه. لازم الزيت يبقى كتير، ولسه هحط عليه زيت تاني. لازم اشبعه بالماده الدهنيه، فهو عشان الفرد فهيبقى الزيت. مش هنضحي بالسمنه البلدي والزبده لسه الوقت ميعادهم ما جاش. فهنعمل الاول الكبار وبعدين اعمل الصغيرين. صلوا على النبي يا جماعه طول ما احنا قاعدين كده ونذكر الله. اللهم صل على حضره النبي. العجينه بقى اما تشد معاكي كده اعرفي ان انتي اديتها حقها حلو في العجين، زي اللبانه. انما لو ما اتعجنتش حلو كل ما تيجي تمسكيها تتقطع منك، تلاقيها بتقطع حتت، فمش هتطلع حلوه معاكي في الفرد. اهي شوفوا يا جماعه والله زي الاستك. انا بعمل مجهود على ما باخدها من الحلو. كل سنه وانتم طيبين يا جماعه. العيد خلص خلاص بقى، ربنا يعيد علينا على خير يا رب وبصحه وعافيه كده. يا جماعه السمنه البلدي هحط نقره في ارضيه الصينيه
وحته زبده. الزبده دي زبده بيضه مخصوصه للفطير يا جماعه. كده هحطها كده. دي الصينيه اللي هجمع فيها الفطير، يعني هعمل القطع الصغيره هفرجكم وهتشوفوا. هنحط دي الاول كده وبعدين هنيجي لبعض تاني زي ما انا عملت كده في الارضيه الاول. لازم الحته دي في الارضيه. ودي الصينيه اللي انا هفرد عليها. حطيت عليها شويه زيت اهي، وهنجيب واحده واحده. بسم الله الرحمن الرحيم. وانتوا مجرد ما تحطوا الزيت يا جماعه بتمشي معاكم، بتجري على الصلاه ان شاء الله. الصلاه على حضره النبي. اهم حاجه الحواف يا جماعه، ما نجرحش الفطيره من النص. اهم حاجه الحافه بتاعتها زي ما انا بعمل كده اهي. قالب الزبده بتاعي اهو اللي انا باخد منه اهو، بتتعامل معامله القشطه بالظبط. وهنعمل بقى الرقاب بتاعنا. دي ما بتتسيحش يا جماعه. شويه السمنه البلدي وهرشها وهطبقها بس كده 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 كده. الصينيه بقى اللي انا هحط فيها اهي على ما اجيب التاني. كده يا حبايبي دي الكبيره. انا عملت 7 رقات صغيرين هحطهم دلوقتي قدامكم. الصلاة على حضرة النبي. اللهم صل على النبي. اهو يا جماعه هنجيب بقى نعشق على بعضه. ما شاء الله. اللهم صل على حضرة النبي. الصينيه حط فيها شويه سمنه بلدي في الارضيه، وبعدين بسم الله ما شاء الله احطها كده وهنغطيها يا جماعه. ما تسيبش مكشوفه، لازم نسيبها ترتاح شويه. هنغطيها بغطا ونسيبها او مشمع. لو عندك مشمع حط عليها مشمع نضيف وغطيها بيه. لازم تتساب اقل حاجه 10 دقايق تريح، ما تتخبيش على طول، عشان ما تيجي تفرديها تفرد معاكي وتبقى جميله. وهوريها لكم ما نعمل واحده تانية كمان ان شاء الله. كده فردت المشلتيه في قلب الصينيه. ودي طبعا سمنه بلدي وعليها القشطه وكل حاجه. بالنسبه للفرن، الفرن بالمناسبه الفرن بتاعنا اهو يا جماعه. هنعلي في الاول نحميه. انا مشغلاه من شويه، عالي من تحت وعالي من فوق. لما هاجي اشغل احط الصينيه في قلب الفرن، احط الفطيره في قلب الفرن، ههدي من فوق واسيبه عالي اللي هو وسط، مش عالي قوي، مش عالي قوي يا جماعه. يكون برضو هادي وسط كده، يسوي الحاجه براحتها عشان ما تتغدرش مني، ما تتحرقش من الجوانب وتبقى نيه من جوه. كده يا جماعه هدخلها الفرن وههدم الجوانب. خليكم معايا. كده الجوانب هديت من الجوانب اهو، وهو عالي من تحت مش هتعرفي تجيبيه. هقفل عليها عشان تستوى براحتها يا حبايبي. في الصينيه اهي الفطيره صغيره، ما تكبريش، اعملي على قد الرق اللي انت عايزاه. مش تقولي عشان الصينيه كبيره اكبر، لا، على قد الحجم اللي انت عايزاه، اللي انت تشوفي ان الفطيره معقوله فيه. ما تكبريش على الفاضي،
عشان ما تبقاش رقيقه وتنشف منك. كده احط سمنه بلدي على الوش، وهي ما شاء الله واخده حقها بزبدتها وحاجتها، واحطها في الفرن ان شاء الله وابقى اوريها. بصوا يا حبايبي كده، صلوا على النبي وقولوا لي ايه رايكم. صلوا على النبي يا ولاد، ايه رايكم؟ ايه رايكم في الفطير المشلتت بتاعي؟ بصوا الارضيه، بسم الله الرحمن الرحيم اهو، زبده قسما بالله، حمار وحلاوه. دي شوفوا الدهون اللي هي السمنه والحاجات دي بردت شويه، دي طلعت قبل دي، فدي ما شاء الله شربت. كان هنا سمنه برضو كتير شربتها، ودي هتشرب، هسيبها لما تشرب السمنه بتاعتها برضو. مش هشيلها على كده، لازم تشرب السمنه بتاعتها، هي كده هتبقى ناشفه، انما هي ما شاء الله هتبقى مقرمشه من بره وطريه من جوه. وهوريهم لكم بعد ما احطهم برضو، ما اشيلهم من الصواني بتاعتهم يبقى شكلهم عامل ازاي. حبايبي اهو قابب ما شاء الله في الفرن اهو، ما شاء الله قابب زي الكيكه يا ولاد، والله العظيم والله وبالله قابب زي كانك حاطه كيكه في الفرن اهو. شايفين النار على الهادي من هنا ومن هنا، وهدي كمان شويه اهو، وعالي شويه من تحت. يلا وما يجي يطلع ان شاء الله هوريلكم وشه وهوريه لكم. الصلاه على النبي يا جماعه، انا طلعتهم. الصلاه على حضره النبي. شايفين التوريقات؟ شايفين؟ هو نار يا جماعه والله العظيم، ما شاء الله ما شاء الله اهو. صلوا على النبي، اشتركوا في القناه وتدعموني يا جماعه، واللي عجبه الفطير يحط لي لايك. يلا باي.